النهارده بإذن الله هنكمل الموسم الثاني من حكاية جوفيليان وماكس، ويا رب القصة تعجبكم. وبما إننا بنتعب كتير في تجهيز ملخصاتنا فهنستنى دعمكم باللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ. الموسم الأول خلص في اليوم اللي ماكس رجع فيه من الحرب، وأول حاجة عملها إن هو راح بسرعة لجوفيليان علشان يطمن عليها. وأول ما نامت هو ظهر لها. في البداية هي اعتقدت نفسها إنها بتحلم، وبسرعة لمست وجهه، ولما بتلاقي إن هو فعلا ماكس بدأت تبكي ووبخته لأن هو ما أرسلهاش أي رسائل من وقت مغادرته، وإنها كانت خايفة عليه واعتقدت إن في شيء سيء حصل له في ساحة المعركة. فطمنها ماكس إن هو بخير، وطلب منها إنها ما تبكيش، وبيفضل جنبها لغاية ما بتهدى وبتروح في النوم. وبعدها قرر بإن هو يغادر، بس أول ما بيبدأ يتحرك من جنبها هي بتمسكه وبتطلب منه إن هو ما يسيبهاش، فبيغير رأيه وبيبقى جنبها فعلا. وبنروح لليجاس اللي كان بيزور قبر زوجته، وافتكرها لما كانت بتعتذر له عن خطأها، لكن هو طمنها بإن اللي حصل مش غلطها، لكنها أصرت بإنها هي المخطئة وهي السبب في تدميره، وكانوا هما الاتنين بيبكوا. وبيلاقي ليجاس رسالة متروكة ليه، وبيعرف إنها من الساحر اللي كان بيتمنى يرجع للإمبراطورية ويتقابل معاه. وفكر ليجاس بإن هو لازم يحمي ثروته الوحيدة واللي هي بنته جوفيليان، وافتكر بإنها ماتت بسببه في الحياة السابقة، وهو كان حزين وبيبكي، وقرر إن هو لازم ينقذها المرة دي. وتاني يوم أول ما جوفيل ما بتفتح عيونها بتلاقي ماكس جنبها، فبتصرخ وبتبعده عنها. فهداها ماكس وفكرها بالليلة السابقة، وهي قالت له بإنها كانت معتقدة بإنها كانت بتحلم، وهو بيطمنها بإن هو هيفضل جنبها ومش هيبعد عنها تاني. ولما كانوا بيفطروا قالت له جوفيل بإنها كانت بتحلم بولي العهد، فاعتقد هو إنها هتشكر فيه لأن سمعته اتحسنت بالفعل. لكن جوفيل قالت له بإنها خايفة منه، فبيحس بخيبة الأمل لأنها لسه خايفة منه، وفكر بإن هو يكشف لها عن شخصيته الحقيقية في اللحظة دي، لكنه بيتراجع لأن ثقتها فيها تنهار. وسألها هتعمل إيه في حفلة النصر لو طلب منها ولي العهد بإنها ترقص معاه، فبتتحول تعبيرات وجهها للخوف، وبتفكر وبتقوله بإنها مش هتظهر قدامه أبدا وهتحاول إنها تختبئ في مكان بعيد. ففكر ماكس بإن هو كمان عاوزها تكون لوحدها لفترة علشان يقدر يكلمها، وبيوصف لها مكان في آخر الردهة هيكون أكتر هدوء، وقال لها بإن هو سمع عن المكان ده من فرسان القصر الإمبراطوري اللي قابلهم في الحرب، ومع نفسه اتمنى إنها تروح لهناك وهو هيلاقيها بنفسه. وبنروح للقصر الإمبراطوري، وكان النبلاء بيمدحوا بطولات ماكس قدام الإمبراطور، لكن الإمبراطور رد بإن أكيد مش هيتفوق على فلوين، فبيتضايق النبلاء من مدحه ليه، وشكروا فلوين على مدحه وحسب إن الإمبراطور مش بيحب ماكس. وبيظهر الناس في الشوارع وهما بيرحبوا بولي العهد المنتصر، وبكده فعلا بيكون الرأي العام بيتغير لصالح ماكس. وبيدخل ماكس على الإمبراطور وهو فخور بنفسه جدا، ورحب بيه الإمبراطور بحماس، وشكروا ماكس لأن هو وافق على إقامة حفلة النصر احتفالا بيه. فاقترح عليه الإمبراطور بإن بياتريس أخته هي اللي هتجهز للحفلة، فبيتضايق ماكس، لكن بسرعة أتباع الإمبراطورة بيشجعوه على الفكرة، وبيقولوا له بإنه أكيد هيكون فخور بأولاده الأباطرة. فوافق ماكس على فكرته، وهو بيقول لنفسه بإن هو مش مهتم لوالده حاليا، ولكنه هيوجه اهتمامه كله لأستاذه واللي لازم يعترف بيه كرفيق لبنته، لأنه هو مش هيتخلى عنها أبدا. وبتكون الإمبراطورة متضايقة بسبب إن سمعة ماكس بدأت تتحسن بين الناس، وفضلت تلوم بياتريس إنها غفلت عن ماكس، واتمنت إنها كانت أنجبت ولد. فبتبكي بياتريس وهي حزينة بسبب توبيخ أمها ليها، وأمرتها أمها إنها ما تغلطش وهي بتحضر للحفلة، وما تخيبش ظن والدها فيها، وأمرتها بإنها لازم تظهر ماكس على إن هو مجنون. وبيجي يوم حفلة النصر وبتجهز جوفيل وبتكون حزينة، لكن لما بتشوف أناقة والدها بترتاح لأنها بتحس بإن هو اللي هيلفت الانتباه مش هي. ولما بيكونوا في الطريق بتفكر جوفيل بإنها زارت القصر في حياتها السابقة وما كانتش عاوزة تزوره تاني أبدا لأن مأساتها بدأت هناك. وبيقول لها ليجس إن بعد الحفلة الناس هيعتبروا ولي العهد بطل وليس طاغية، وإنها لازم تكون فخورة بكده. وقال لها كده لأن هو كان بيعتقد إنها عارفة إن ماكس هو نفسه ولي العهد، لكن في الحقيقة هي لسه ما تعرفش كده، فهي بتحس بالقلق من كلامه. ولما بيوصلوا بتفكر بإنها لازم تحاول إنها تختفي من قدام ولي العهد وتتجنب مقابلته. وبمجرد ما بتدخل للقاعة وبتشوف الإمبراطور وزوجته بتفتكر بإن هما ليهم صلة بوفاتها، وإن الإمبراطور والد قاسي مهتمش أبدا بمشاعر ابنه وهو صغير، وإن الإمبراطورة بتعذب بنتها عاطفيا. وطلب منها ليجس إنها تخفض راسها، وبتكون هي رأيها إن كده أفضل علشان ما تتورطش معاهم في شيء. وبيقدموا التحية للإمبراطور اللي بيثني على جمال جوفيل، وبيطلب منها إنها ترفع راسها، فبتحس هي بالخوف، بس لحسن حظها دي بتكون لحظة إعلان دخول ولي العهد عليهم، فبيأمرهم الإمبراطور بالمغادرة. وبتتوتر جوفيل لأنها هتشوف الطاغية وجها لوجه لأول مرة. وبيدخل عليهم ماكس وهو لابس قناع، فبينتقدوا الحضور لأن هو لابس قناع ومش عاوز يظهر وجهه حتى في يوم النصر. وبيبص ماكس لجوفيل، فهي بتخاف لأنها أصلا بتحاول تتجنبه. وبيقول لها ليجس بأنها تقدر تروح لصديقاتها، وفعلا بتروح لهم وبتفضل تتسامر معاهم. وبيكون الإمبراطور غاضب من ماكس لأن هو لابس قناع والنبلاء بيصرصروا عليه، وبتسخر منه الإمبراطورة لأن هو ما عندهوش ذوق في اختيار ملابسه. لكن ماكس بيحرجها بصوت عالي قدام الحضور كلهم بأن القناع هو هدية من أخته اللي قالت له بأنها هتكون حفلة تنكرية، فبيصرصروا الناس بأن الأميرة هي اللي غلطانة.
فبتصور عليه الإمبراطورة بإن الأميرة بذلت مجهود لإعداد الحفلة وهو بيقلل من شأنها، لكن ماكس بيرد عليها ببرود بإن دي كانت فكرة أخته علشان تساعده إن هو يخفي الجروح اللي في وجهه اللي هو اتصاب بيها في الحرب. وقتها بيتقبل الحضور فكرة القناع وبيقولوا إن ولي العهد فعلا وسيم جدا بيه، فبتداري الإمبراطورة غضبها وبتنسحب من الحفلة بحجة إنها هتصلح مكياجها. وبعد شوية وقت بتنسحب جوفيل هي كمان وحاولت إنها تلاقي المكان اللي قالها عليه ماكس، ولما بتوصل ليه بتشوف هناك نفس البنت اللي شافتها بتبكي بالسابق وكانت بتبكي المرة التانية، وبتلاحظ الحرس الملكي وهما بيدوروا عليها فبتفهم بإنها الأميرة بياتريس، فبتقرب منها وبتسألها إذا كانت هي بخير، بس لما بتشوف وجهها بشكل واضح بتفتكرها لما ماتت بالسم في السابق ومايكل ألقى بلوم قتلها عليها هي. وبسرعة حطت بياتريس إيديها على فم جوفيل وسكتتها علشان الحرس ما يسمعوهمش. وبتفكر جوفيل بإنها بالسابق قابلتها لأول مرة في حفل بلغة هي لسن الرشد، لكن حاليا الأحداث اتغيرت وقابلتها في مكان مختلف واعتقدت إن ده معناه إن موتها هيكون قريب. وسحبتها الأميرة معاها الغرفة وسألتها وهي بتبكي إذا كانت هي شافتها وهي بتبكي، فقالت لها جوفيل إنك لسه بتبكي، فتوترت بياتريس وقالت لها إنها بتبكي بسبب الغبار وأمرتها بإنها ما تقولش لحد عن بكائها. وبيلاحظ ماكس إن جوفيل مش موجودة وبيخمن إنها أكيد راحت للمكان اللي هو قال لها عليه، فاستأذن الإمبراطور المغادرة علشان يرتاح، لكن الإمبراطور بيرفض لأن الحفلة اتعملت ليه هو مخصوص. فبيفهم ماكس بإن والده غضبان لأن النبلاء دعموه ومدحوه هو بداله، وأصر ماكس على المغادرة، فوافق الإمبراطور في النهاية وقال له إن الدوق فلوين هو اللي هيفضل موجود معاه. فحس ماكس بإن الإمبراطور بيمسك نقطة ضعف على فلوين وبيجبره إنه يقوم بأشياء كتيرة وهو متأكد بإن هو مش هيخونه أبدا. واتسأل يا ترى إيه هي نقطة الضعف دي وقرر بإن هو لازم هيكتشفها بنفسه. ولما بيوصل للمكان مش بيلاقي جوفيل موجودة، وبتكون هي لسه مع الأميرة وطلبت منها إنها تغادر لأنها بتكون مش عاوزة تتورط معاها أكتر من كده، لكن بياتريس بتبدأ إنها تبكي تاني وقالت لها إنها بذلت جهد كبير لإقامة الحفلة بشكل جيد لكن النتيجة كانت سيئة وسخر منها الجميع ووبختها والدتها وإن مفيش حد بيعترف بيها أبدا. فنصحتها جوفيل بإنها ما تهتمش لرأي حد وتعمل بس اللي هي عاوزاه لأنها هي بس اللي هتقدر إنها تحدد قيمتها لنفسها. وافتكرتها بحياتها السبب إنها فعلا كانت شخصية مبهرة وليها قيمة كبيرة. وبيبان إن بياتريس بتقتنع بكلامها وطلبت منها إنها تلغي الألقاب ما بينهم. في الوقت ده بيكون لسه ماكس بيدور على جوفيليان وبيخاف عليها جدا إن يكون حصل لها مكروه. فجأة بيقابله ليجاس وبيطالبه بإن هو يغير طريقة تفكيره علشان يقدر إن هو يحمي بنته، وبتتحسن حالة بياتريس وبتاخد جوفيل علشان يخرجوا، بس فجأة بيقابله قدامهم ولي العهد فبتخاف جوفيل منه جدا. وبنعرف إن ليجاس هو اللي قال لماكس على مكان جوفيليان بإنها حاليا مع الأميرة، فبيخاف ماكس عليها وبيفكر إن أخته ممكن إنها تأذيها، لكن ليجاس بيهديه وبيقوله إنها في أمان وإلا كان هو زمانه بنفسه معاها حاليا. فبيحاول ماكس إن هو يطمن نفسه لأن لسه مفيش أي حد يعرف بحبه ليها، وبيروح بسرعة علشان يحضرها. ولما بيمشي بيتمنى ليجاس إن ماكس يكون قادر فعلا إن هو يحميها. وبنرجع تاني لموقفه وهو بيبص لجوفيل وأخته وكان سعيد جدا إنها بخير، لكنه بيلاحظ إنها خايفة فبيعتقد بإن أخته هي اللي خوفتها، وبيبص لأخته بحدة اللي لاحظت هي كمان إن جوفيل خايفة وكانت متأكدة بإنها خايفة من أخوها. ومن ناحية تانية جوفيل بتلاحظ من نظرات الأخوات لبعض بإنهم مخصوم، وكانت معتقدة بإن هو موجود هنا علشان يتكلم مع الأميرة، وبيبدأوا الاتنين يتحدوا بعض بحدة. فبتتدخل جوفيل وبتقدم له تحية وبتعتذر منه للمغادرة مع صديقتها، وطلبت منه إن هو يسامحها إنها وصلت لهنا لأنها أضلت الطريق. وفكرت جوفيل إن هو بالسابق أذاها لأنها كانت مجرمة بنظره، أما حاليا فهو مش هيقدر يأذيها بدون مبرر، وكانت شايفة نظراته ليها وكأنه شيطان وعاوز يقتلها بالرغم من إن هو كان بيتأمل في جمالها. ومدلها ماكس إيديه علشان ياخدها ويخرجوا، فخافت هي إنها هترافقه، بس اضطرت إنها تمسك إيديه واتحركت معاه وهي متوترة. وهنا بتلاحظ بياتريس بإن ماكس لطيف ومهذب مع جوفيليان غير عادته واتسألت عن السبب، وسألتها جوفيل إذا كانت هي هترجع للقاعة معاهم، لكنها قررت إنها تهرب علشان ما تقابلش الفرسان، وقالت لها إنها مشغولة بشيء. فدعتها جوفيليان إنها تحضر لمنزلها علشان يتكلموا مع بعض بهدوء أكتر، فبتوافق بياتريس وبتوعدها بالحضور. فبيستغرب ماكس وبيتسأل هما إمتى أصبحوا أصدقاء، وبتسيبهم الأميرة وبتغادر. فبتتمنى جوفيل إنها توصل هي كمان بأمان، وأول ما بتوصل بتشكر ولي العهد لمساعدتها وبتمشي، بس فجأة التوت رجليها وكانت هتقع، لكن ماكس بيلحقها وبيمسكها، ووقتها عيونهم بتتلاقى وجها لوجه. فبيقرر ماكس في اللحظة دي إن هو يكشف لها عن هويته الحقيقية، وبسرعة بيخلع قناعه وبيقول لها إن هو ماكس واعتذر لها لأن هو خدعها. فبتفرح جوفيل جدا وبتكون سعيدة إن ماكس هو نفسه ولي العهد، بس فجأة بنلاقي إن ماكس لسه لابس قناعه وكل اللي حصل ده كان مجرد تخيل منه ومش حقيقة. وبيتصدم هو لما بيلاقي جوفيل ماشية بعيدة عنه وإن كل ده كان وهم، فبيقرر إن هو ينادي عليها علشان يقول لها الحقيقة، بس في اللحظة دي بتكون هي اختفت خلاص من قدامه، وبتظهر وهي بتترعش من مسكته ليها وبتقول عليه بإن هو شخص مختل عقليا. أما هو فبيكون هيتجنن من فرصته اللي ضاعت عليه،
وقرر بإن هو لازم يلاقي طريقة علشان يقابلها مرة تانية ويتقرب منها بصفة ولي العهد. وبترجع جوفيل للحفلة وبتكون حاسة بالإرهاق وإن طاقتها نفست وعندها الرغبة في إنها ترجع للمنزل، بس للأسف بيكون والدها مشغول عنها بالضيوف. بس بمجرد ما بيلاحظها هو بيعرض عليها إن هما يرجعوا للمنزل، لأن هو بيكون عارف إنها مش بتحب الأماكن المزدحمة. فبتتفاجئ هي منه لأنها ما اعتقدتش إن هو هيهتم لأمرها، بس بتوافق على المغادرة وهي سعيدة. وبيرحب بيهم بعض النبلاء وبيمدحوا في شجاعة فلوين وجمال جوفيل. فبتتغير تعبيرات ليجاس للغضب لأن هو بيكون افتكرهم بالسابق لما هما وبخوا بنته وطالبوا بإعدامها، وإن بسبب كلامهم القاسي ونشر الإشاعات السيئة عنها بنته ماتت، فانتقم هو منهم وقتلهم كلهم. وبيغضب الإمبراطور من ليجاس إن هو قرر المغادرة، ولأن هو بيعارضه كتير الفترة دي وهدده بالخاتم اللي هو لابسه وفكروا بإن هو عنده شيء يستحق الحماية، وطبعا هو كان بيقصد جوفيل. فبصله ليجاس بنظرة كلها غضب وتحدي، فافتكروا الإمبراطور بالسابق لما كان غضبان وقتل كل النبلاء وكان على وشك إن هو يقتله هو كمان، لكنه توقف على آخر لحظة بسبب هنتعرف عليه لاحقا. وبسرعة وافق له على إن هو يغادر، بس بعدها بيغضب بسبب نظراته ليه، وقال لنفسه إن هو طالما بيمتلك الخاتم فهو مش هيقدر يعصيه أبدا. واتسأل يا ترى هو ناوي على إيه. ليلتها كتب ماكس رسالة لجوفيل بصفته ولي العهد، وبدأ إن هو يمدح في جمال عيونها وشعرها الفضي وابتسامتها الرقيقة، وربط الرسالة بطائره وأمره بإن هو ما يفشلش المرة دي. وفكر بإن جوفيل لما هتقرأ الرسالة فهيتغير رأيها في ولي العهد وهتعرف إن هو شخص حنون. وتاني يوم بتظهر جوفيل وهي بتقرأ الرسالة وهي مظلومة. وقتها بيظهر ماكس قدامها وكان بيعتقد بإنها بتقرأ رسالته، لكنها قالت له بإنها كانت بتقرأ رسالة لصديقة ليها، وأخفت عنه إنها كانت رسالة تهديد وصلت لها من إحدى النبالات اللي أمرتها بالحضور لعندها وإلا هتنشر عنها الإشاعات السيئة. وحس ماكس بالغضب لأن رسالته ما وصلت لهاش، خصوصا إن هو بالأمس راقب الطائر وتأكد من إن هو وصل لغرفة جوفيل. وبنعرف إن اللي حصل إن طائر ليجاس مسك بطائر ماكس وسلمه لصاحبه، وبالتالي رسالة ماكس بقت في إيد ليجاس واللي من غير تردد حرق الرسالة. وبنروح بالقصة لمايكل اللي بيكون حزين وحابس نفسه في غرفته ورافض إن هو يقابل أي حد، وبيتسائل بحزن ليه جوفيل ما بقتش تحبه، وكانت أمه غضبانة بسبب الحالة السيئة اللي هو فيها، وكان رافض حتى إن هو ياكل أو يشرب. في نفس الوقت ده بتكون أخته جيزيل مش مهتمية غير بنفسها وبجمالها وبس، وقالت أمه بتحدي إنها هتعرف إزاي تعلم جوفيل درس بسبب اللي هي عملته في ابنها. وبعد 3 أيام بتقرر جوفيل إنها تزور السيدة اللي قامت بتهديدها، ورفضت إن يروح معاها كل الفرسان المسؤولين عن حمايتها، واستكفت بس بإن جرالتين هو اللي يروح معاها. وقبل مغادرتهم طلب منها جرالتين إنها ما تسببش المشاكل، لكن هي أكدت له بإنها مش هتعمل أي مشاكل، وفكرت بإنها متأكدة إن مصدر رسائل التهديد هي والدة مايكل لأنها اتعرفت على خط إيديها، وقررت بإنها هي اللي هتعلمها الدرس وهتعرفها مين هي جوفيليان. ولما بتوصل بترفض إن جرالدين يدخل معاها، فبيغضب هو وتخيلها بإنها سببت المشاكل ووالدها بدأ يلومه هو. ولما بتشوف جوفيليان والدة ماكس موجودة ما بتتفاجئش لأنها كانت متوقعة وجودها، فسلمت عليها بدون ألقاب، فلمتها السيدة لأنها بالسابق كانت بتناديها بأمي وحاليا لأ، فقالت لها جوفيل إنها بالسابق كانت هتكون والدة زوجها المستقبلي إنما حاليا لأ. وقالت لها السيدة بإن مايكل مريض، لكن جوفيل ما اهتمتش وتمنت له الشفاء وبس، وفكرت بإن كل رسائلها كانت تعمل الحديث عن مايكل وإنها كانت معتقدة بإنها هتوبخ في ماكس، وبسرعة استأذنتها للمغادرة، لكن السيدة بتوقفها بغضب ووبختها بإنها مش مهتمية لمرض ابنها وإنها هي السبب لأنها انفصلت عنه بدون رغبته، وأمرتها بإنها لازم تروح لزيارته في منزلهم حالا. لكن جوفيل رفضت واتدخلت خادمتها وحمتها وقالت لها بإن سيدتها مش موافقة إنها تروح معاها، فغضبت والدة مايكل وضربتها بالقلم بقوة لأنها اتجرأت عليها، وقالت لجوفيليان إنها كانت بتهذب الأدنى منها مكانة، فوقعت الخادمة على الأرض وبتكون انجرحت في وجهها. فخافت عليها جوفيل وحاولت إنها تطمن عليها وحزنت على اللي حصل لها لمجرد إنها دافعت عنها، وأمرت السيدة جوفيليان تاني بإنها لازم تزور ابنها المريض، فابتسمت لها جوفيل وأكدت لها بإنها موافقة إنها تروح معاها لمنزلها. ولما كانوا في الطريق اعتذرت لخادمتها على اللي حصل لها بسببها وأكدت لها بإنها هتنتقم لها. ولما بيوصلوا بتقرر إنها تدخل معاها لوحدها وبترفض إن أي حد فيهم يدخل معاها، وأكدت لجرالدين بإن مفيش أي حد فيهم هيقدر يأذيها، وأمرته بإن هو يوصل خادمتها للعيادة. فبتضحك السيدة بلقم لأن ده معناه إن جوفيل مش قادرة تنسى مايكل لدرجة إنها أمرت مرافقيها بالرحيل. وأول ما شافتها جيزل رحبت بيها وطلبت منها إنها تحضر لها جوهرة معينة، وسألتها ليه أنت جاية من غير ما تحضري هدية المرة دي، لأنها بالسابق كانت معتادة عليها وهي بتحضر لها الهدايا باستمرار علشان تكسب ودها لأنها أخت حبيبها. لكن فجأة جوفيل بيكون ليها رد فعل غريب وضربت جيزل بالقلم وجرحتها، فبيتصدموا هما الاتنين وبيكونوا مش مستوعبين اللي هي عملته. فقالت لهم جوفيل إنها بتهذب الأدنى منها مكانة زي ما هي ما عملت، وبختها جيزل بإنها مجنونة. لكن جوفيل قالت لها بغضب بإنها لازم تناديها بلقبها الأميرة جوفيليان، وإن إزاي لمجرد إنها ابنة ماركيز تتكلم معاها باستهتار. واستغربتها جيزل لأنها فعلا اتغيرت وما بقتش نفس البنت الحمقاء اللي كانت تعرفها بالسابق،
وصرخت فيها السيدة وأمرتها بإنها تعتذر لبنتها. فبتضحك جوفيل باستهتار على كلامها وقالت لها بإنك أنت اللي هتعتذري. فصرخت فيها السيدة وسألتها ليه عملت كده مع طفلتها. فقالت لها جوفيل بغضب لأنك أنت اللي صفعتي مرافقتي في البداية. فحاولت السيدة إنها تتمالك نفسها وتظاهرت بإنها سامحتها على اللي هي عملته بما إنها هتصبح زوجة ابنها قريب، على عكس جيزل اللي كانت غضبانة من رد فعل أمها. فاستهترت جوفيل بكلامها واتهمتها بإن كلامها سخيف وهددتها بإنها هتعرفها هي مين. وفجأة طلعت سكين فخافت منها السيدة، وفي لحظة قطعت جوفيل الفرو للسيدة المرتدياه لأنها هي اللي اشترته لها بالسابق. فاتهمتها السيدة وبنتها بإنها اتجننت. فردت عليهم جوفيل بإن دي مجرد البداية، وبدأت تكسر كل التحف والتماثيل واللوحات اللي هي أهدتهم بيها. وحاولت السيدة إنها تمنعها لكنها فشلت، وبتكون جوفيل قطعت كل شيء بالفعل. وأمرت السيدة الخدم بإن هما يمنعوها، لكن جوفيل هددتهم بغضب إن لو في حد فيهم قرب منها فهي هتقتله فورا. وفجأة دخلت لغرفة جيزل علشان تدمر كل الهدايا اللي هي أحضرتها لها، وهددتها السيدة بإن السيد فلوين مش هيتجاهل أبدا أفعالها اللي لطخت سمعته. لكن جوفيل بمنتهى الثقة قالت لها بإنها تسببت بمشاكل كتير بالسابق وهو ما وبخش أبدا ولو لمرة واحدة، وكان هو بنفسه بيحل كل المشاكل دي بمنصبه وبماله. وأكدت لها بإن كل شيء هي عملته هيبقى كأن لم يكن. فوبختها السيدة بسوء تربيتها لأنها كبرت بدون أم. فبتغضب جوفيل من جملتها وهددتها بإن والدها لو سمعها وهي بتقول كده فعيلتها كلها هتخسر للأبد، وأمرتها بإنها تعتذر لها. لكن هي بتغضب وبترفع إيديها عليها علشان تضربها. في اللحظة دي بيدخل عليهم مايكل وبيشوف أمه وهي بتحاول تضربها، وبتكون حالته مزرية جدا، وبيفرح بوجود جوفيل وبيرحب بيها. لكن هي بتحزن إن هو شافها لأنها ما كانتش ناوية أبدا إنها تتقابل معاه. وحاولت أمه تبعده عنها لأنها أهانتها، لكن مايكل مش بيهتم لأمه وبيبعد عنها لأن هو عاوز يتكلم مع جوفيل. وبدأ يبكي وهو بيقول لجوفيل بإن هو مفتقدها جدا. وفجأة بيظهر وجه ماكس وهو بينتقد بكائه، وبنلاقي إن هو جالس على شجرة وبيراقب جوفيل من بعيد. في اللحظة دي بتلمحه جوفيل، وبنرجع بالوقت لما جوفيل ودعت والدها وخرجت مع جيرالدين. وبعد ما مشيت طلب ليجاس من ماكس إن هو ينزل من على الشجرة، واعترف له ليجاس بإن هو اللي استلم رسالته، وسأله إذا كان هو فعلا بيحب بنته زي ما كتب في الرسالة. فاستغرب ماكس سؤاله في البداية، وبعدها أكد له بإن هو فعلا بيحبها. فنصحه ليجاس بإن هو يسلمها رسالته بنفسه وإن هو يهتم بحمايتها. فبيستغرب ماكس وبيتسائل هل هو اعترف بيه أخيرا كحبيب لبنته. وبنرجع لجوفيل اللي كانت مصدومة من وجود ماكس على الشجرة، وقررت بإنها لازم تنهي عملها هنا بسرعة وتغادر. وطلب منها مايكل إن هو عاوز يتكلم معاها، لكن هي رفضت وسابته ومشيت. لكن مايكل خرج وراها واعتذر لها لأن هو ما كانش مهتم بيها بالسابق، واعترف لها إن حياته من غيرها ملهاش قيمة، وفضل يتوسل لها ويترجاها بإنها ترجع له وإنهم هيبدأوا من جديد. فحست جوفيل بالشفقة على نفسها، لأن في الحقيقة مايكل هو اللي كان مهووس بيها من البداية مش هي. وبمنتهى الثقة قالت له إن علاقتهم انتهت للأبد وما عندهاش النية أبدا إنها ترجع له، وفكرته بإنها حاليا عندها حبيب. فحس ماكس بالسعادة بسبب كلامها عنه. فبيغضب مايكل من كلامها وبيهجم عليها وهو بيقول لها إنك ملكي أنا ومش ملك العم الوضيع ده، وصرخ فيها بإن هو تنازل عن كبريائه علشانها وفي المقابل هي مش مهتمية، وقال لها بإن مش من حقها إنها تتخلى عنه وإنه مش هيسمح لحد تاني ياخدها منه. فغضب جوفيليان جدا وأمرته بإن هو لازم يخلص، فكان هيهجم عليها ويضربها. لكن بسرعة بيظهر قدامه ماكس وبيحميها منه، وبيصرخ فيه بإن هو إزاي عاوز يضرب حبيبته، وسألها إذا كانت هي بخير. فطمنته جوفيل على نفسها إنها بخير. لحظتها تخيلت هي موقفها مع ولي العهد وكانت مصدومة. وقال لها ماكس إن هو مش هيقدر إن هو يحافظ على وعده ليها بإن هو مش هيهاجم النبلاء لأن هو مش شايفه شخص نبيل أساسا، واستعد إن هو يهجم عليه. لكن جوفيل منعته وطلبت منه إن هو يتوقف عن العنف. فمسك ماكس إيديها وأخدها ومشى من غير أي مقدمات، وكانت هي متفاجئة من إن هو تقبل رغبتها. بس مايكل صرخ فيه بغضب وأمره بإن هو لازم يعتذر منه وإلا هيقتله. فماكس استفزه بإن حبيبته هتحزن عليه لو هو مات، فبيهجم عليه مايكل وبيضربه. بس ماكس بيقدر إن هو يتفادى الضرب وهو اللي بيبدأ يضربه. وكانت جوفيل خايفة إن واحد فيهم يتأذى وطلبت من ماكس إن هو يتوقف، فوافق ماكس. لكن مايكل صرخ في جوفيل بإنها مش من حقها المغادرة بدون إذنه. فمسكوا ماكس بقوة وقال له إن هو أصبح متأكد إن هو مش بيحبها لكنه بس بيرغب في السيطرة عليها. فرد عليه مايكل باستفزاز بإن جوفيل ما حبتش أي شخص غيره هو وكانت بتلحقه دايما وإنها ملك ليه هو من البداية. لكن المفاجأة إن جوفيل بتتدخل وضربته بالقلم وصرخت فيه بإن هو مجرد قمامة وسابته ومشيت. فصرخ هو فيها بإن هو هيقتلها، لكن ماكس منعه إن هو يقرب لها وضربه تاني وقال له إن ده تحذيره الأخير وإن اليوم اللي هيلمس فيه جوفيل هيكون يوم موته، وأكد له بإن هو هيفضل جنبها وهيحميها دايما وإنها هتعيش معاه في سعادة لباقي حياتها، وأمره بإن هو لازم يعتذر لها حالا. بس مايكل رفض وهدده تاني. فغضب ماكس وقال له إن هيكون في بينهم حديث خاص قريب قوي. وهنا اتدخل جيرالدين وطلب من ماكس إن هو يوصل جوفيل للمنزل وهو هيهتم بمايكل. فأخد ماكس جوفيليان ومشى. ولما كانوا في طريقهم شكرته جوفيل لأن هو وصل في اللحظة المناسبة وأنقذها منه، وكانت حاسة بالذنب لأن إيديه مجروحة،
وقالت له بخصوص كلامه عنها إنها تعيش معاه في سعادة إن الكلام أثر فيها جدا وإن هو أكيد قال كده بسبب العقد اللي ما بينهم. فقبل ماكس إيديها وهو بيطلب منها إن هم ينهوا العقد اللي ما بينهم وإن هم يتوعدوا بشكل حقيقي لأن هو فعلا بيحبها. فبتتصدم جوفيل جدا وبتحس بالإحراج، وبتتسأل هل كل تصرفاته الجيدة معاها بالسابق كانت لأن هو بيحبها من البداية، وفكرت بإنها بالفعل بتحس بالراحة وهي معاه، وبتحس بالفراغ لما بيكون بعيد عنها وبتكون عاوزة تشوفه دايما. وفي الآخر طلبت منه إنه يمنحها الوقت للتفكير، فبيوافق ماكس وبيأكد لها إنه هينتظرها لأي وقت هي محتاجاه، واتمنى إنها توافق على الارتباط بيه قبل حفلة بلوغ بياتريس لسن الرشد علشان يعترف لها بشخصيته الحقيقية في الحفلة. وراحت جوفليان في النوم، فقرب هو جنبها وحط راسها على كتفه وهو بيتمنى إنها ما ترفضهوش. وبيوصل جيرالدين عند ليجاس قبلهم وبيقول له على كل اللي حصل مع بنته وطمنه إنها مش بتعاني من أي إصابات. وأول ما بيشوفها ليجاس بيطلب منها إنها تفسر له اللي حصل، فقالت له جوفيل إن والدة مايكل استخدمت اسمه مستعار لمقابلتها علشان تجبرها للرجوع لمايكل، لكن هي أكدت لها بإنها انفصلت عنه بشكل نهائي، وقالت له إنها كسرت ودمرت كل الهدايا اللي هي قدمتها لهم بالسابق، وإنها قالت لهم إن والدها بيقدر يحل كل مشاكلها بالمال. فضحك ليجاس بشكل تلقائي ومدح تصرفها، فهي بتستغرب إن بالرغم من المشاكل اللي هي عملتها هو بيضحك، وبتحس بالراحة لأن هو بجنبها. وبدأت تكمل كلامها بحوارها مع مايكل وإن هو قال لها بإنك ملكي أنا، لكن فجأة دموعها بتغلبها وبتبدأ إنها تبكي، فبيغضب ليجاس لأنها بتبكي وبسرعة بيركب على حصانه وهو بيتوعد لمايكل لأن هو جعل بنته تبكي، وطلب منها إنها ما تبكيش وسابها وجرى. وكانت دي أول مرة يحس فيها ماكس إن معلمه غضبان للدرجة دي. وبنروح لقصر هينسل، وكان والد مايكل بيصرخ في زوجته بسبب اللي هي عملته مع جوفليان ولأنها ضربت خادمتها، لكن زوجته قالت له بإنها هي اللي سببت المشاكل وخربت كل شيء، وأمرها زوجها بإنها لازم تعتذر لها لأنها ابنة فلوين وإن هو شخص مهووس ببنته. وهنا بيدخل عليهم الخادم وهو بيطلب منهم إن هم يحذروا، بس قبل ما يكمل كلامه بيتكسر الباب عليهم وبيظهر ليجاس وهو بيتوعد ليهم، وبيعديه ليجاس وبيبدأ يكسر كل شيء حواليهم، وقال لهم إن هو بيحاول يسيطر على رغبته في القتل بالطريقة دي لأن هم اتجرأوا لمسوا بنته، وهم بيكونوا خايفين منه جدا وبدأوا إن هم يتوسلوا له إن هو يسامحهم. وهنا بيوصل مايكل وبيصرخ في فلوين بإن هو إزاي يتعامل مع والديه بالطريقة دي، فقال له ليجاس بإن هو هنا علشان يهدم القصر عليهم لأن هو اتسبب في الأذى لبنته، وقال له إن هو كان عارف إن هو كان بيتعامل مع بنته بطريقة سيئة بس ما اتدخلش أبدا لأن جوفيل ما طلبتش مساعدته قبل كده، وهدده بإن هو لو اتعرض لبنته مرة تانية فهيدمره، وقال له إنك لسه عايش لأن لسه ما قتلتكش. فبيخاف مايكل لأن الدوق فلوين فعلا ما زارهمش ولا كان غضبان قبل كده زي المرة دي، وبالرغم من كده فهو بيصمم إن هو مش هيتخلى عنها أبدا حتى لو اضطر إن هو يقتل فلوين نفسه. وفي الليل بتكون جوفيل نايمة وبتحلم بنفسها وهي طفلة صغيرة وكانت خايفة جدا من والدها لأن هو كان ملطخ بالدم وكان بيبكي، ولما بيسيبها وبيمشي بتنادي هي عليه وبتمدله ايديها وبتحاول توقفه. وفي اللحظة دي بيكون ليجاس فعلا جنب سريرها وهي بتمسكه وبتقوله ما تمشيش وهي بتبكي، ولما بتصحى بتتفاجئ بوجوده جنبها وقال لها ان هو هنا علشان يطمن عليها بعد اليوم الصعب اللي هي مرت بيه. ولما بيجي يخرج هي بتوقفه وشكرته جدا لان هو وقف بجانبها ضد عيلة هينسل وانها فعلا سعيدة لان هو كان في صفها، فأكد لها ليجاس ان هو دايما هيكون في صفها، واعتذرت له تاني لانها اعتقدت ان هو هيتخلى عنها في يوم من الايام، لكنه اكد لها بان ده شيء مستحيل انه يحصل، واعتذر لها هو لان تصرفاته معاها اللي كان هدفها الاساسي حمايتها جعلتها تفهمه غلط. ولسه كان هيقول لها على شيء بس بيرجع في كلامه وبيطلب منها انها تنام وترتاح. ولما بيخرج من عندها بيأمر جيرالدين ان هو يفتش في القصر كله لان هو لاحظ وجود حد بيراقبهم، وأمره بمضاعفة الحرس على جوفليان، وتوقع ان اكيد الشخص ده من اتباع الامبراطور، وكان متضايق لان هو بدأ يسعى وراه من جديد، وتعهد بان هو اكيد هيقدر يتعامل مع الامر. وتاني يوم بيظهر الامبراطور وهو غضبان لان كل اتباعه ما رجعوش من قصر فلوين، وصرخ في رجالته بان هما ازاي يفشلوا وان ده مجرد استطلاع بسيط. في الوقت ده بيفتح ماكس عليهم الباب وبيدخل عليهم فجأة، فبيصرخ فيه الامبراطور بان هو كان لازم يترك الباب اولا، وبيخرج المساعد وبيدخل ماكس. وهنا بيقرر ماكس ان هو هيراقب مساعد والده، وقال ماكس لوالده بان هو حضر بناء على استدعائه هو ليه، فبلغه الامبراطور بان هو هيكون شريك بياتريس في حفلة بلوغها لسن الرشد. فبيتفاجئ ماكس جدا من كلامه، وبتظهر بياتريس وهي في غرفتها وكانت غضبانة جدا لأنها هتكون شريكة ماكس، بس قالت لنفسها إن ما كانش قدامها أي حل تاني غير ده. وافتكرت أمها لما أمرتها بإنها تكون شريكة لمايكل ابن عيلة هينسن، لكن هي بتكون رافضة الفكرة لأن هو بيكون حبيب جوفيل السابق. أما والدها فاقترح بإنها تكون شريكة لأمير ولاية تانية، فبتفكر بإن هو أكبر منها ب20 سنة، وفهمت إن والدها ووالدتها بيستغلوها سياسيا، وقررت بإنها مش عاوزة حد يستغلها بعد كده، فاقترحت على والدها بإنها تكون شريكة أخوها المنتصر ماكسيميليان. وبيبلغوا بياتريس بان اخوها وافق على ان هو يكون شريكها، فبتتوعد له بانها هتكون مستعديه ليه. اما ماكس ففكر بان هو من البدايه ما كانش ناوي ان هو يحضر حفله بياتريس، لكنه وافق لان هو متاكد بان جوفيل اكيد هتكون موجوده بما انها اصبحت صديقه لبياتريس، وان هو هيحاول يتقرب منها في يوم الحفله. وبنرجع لجوفيل اللي بتستلم من ايان سلسله شغل يدوي، وبتكون عباره عن صفاره علشان تقدر تستخدمها لطلب المساعده في حاله الطوارئ. ولما كانت بتجربها بتلاقي ماكس وصل لعندها، وقالت انها لو تعرضت للخطر فهتستخدم الصفاره علشان هو يجي وينقذها.
فنزل ماكس على ركبته قدامها وقال لها إن هو هيكون جنبها دايما، وطلب منها إنها تستدعيه في أي وقت هي عاوزاه، حتى لو حست بالملل ومش عاوزة تكون وحيدة، وإن هو أكيد هيجيلها. ففرحت هي جدا بكلامه واعترفت لنفسها إنها فعلا بتحبه. وبيوصل عندها الحرس لأن هما بيكونوا سمعوا صوت ضجيج عندها، وحاول ماكس إن هو يخرج من النافذة، لكن جيرالدين وقفه لأن ليجاس بيطلبوا عنده. وأول ما بيشوفوا ليجاس بيأمره إن هو يتوقف عن التسلل لغرفة بنته لأنها فتاة ولازم هو يحافظ على سمعتها، وقال له إن رجالة الإمبراطور بيراقبوه هو وبنته، ووصاه بإن هو يحميها وما يخليش أي حد يقرب لها. وبيكون ماكس مش مصدق إن معلمه بيطلب منه خدمة لأن هو عنده قوة كبيرة وبيقدر يخوض حرب كاملة لوحده، وسأله ليه هو مش بينتهز أي فرصة للقيام بتمرد ضد الإمبراطور، وليه هو خايف منه كده، وإن النبلاء بيدعموه لأن هو مش بيتمرد عليه. وسأله عن نقطة الضعف اللي هو بيمسكها عليه، بس هو مش بيرد عليه وبينهي معاه كلام وبيطلب منه المغادرة. وبعدها فكر ليجاس بإن هو مش خايف منهم لكن هو خايف من نفسه هو. وبيجي يوم حفلة بلوغ بياتريس لسن الرشد، وبتتمنى بياتريس إن الحفلة تنتهي بنجاح وبدون مشاكل. وبيفاجئها ماكس وبيوصل عندها علشان يدخل معاها للحفلة، بس هي بتتخض منه جدا وسألته ليه هو ما تركش الباب قبل دخوله. وبيمدلها ماكس إيديه وهو بيتمنى إن اليوم ده يمر بهدوء. وبيدخلوا هما الاتنين مع بعض للحفلة، وبيستغرب كل الحضور إن هما شركاء واعتقدوا بإن علاقتهم جيدة مع بعض، لكن الحقيقة بتكون عكس كده، وإن هما الاتنين مش طايقين بعض. وبتدوس بياتريس على رجله بقوة وبتحس بالسعادة إنها عملت كده، وهو بيتألم بس بيحاول إن هو يداري ألمه وبيتظاهر كأن شيئا لم يكن. وبيبدأ يدور على جوفيل اللي بتكون موجودة لوحدها، وبتتسأل يا ترى والدها راح فين، وبتتوتر جدا لما بتلاقي ولي العهد بيبص لها كتير، وبتقرر إنها تنضم لأصدقائها. وبتأمر الإمبراطورة بياتريس إن رقصتها الأولى هتكون مع مايكل ابن الماركيز هينسن، لكن هي رفضت. فحاولت أمها إنها تقنعها بإن هو ذكي وعنده قوة هتفيدهم، وبتتفاجئ بياتريس بيه قدامها وبيطلب منها إنها تمنحه شرف رقصتها الأولى. وبنرجع بالوقت وبنلاقي إن مايكل هو اللي راح بنفسه للإمبراطورة وعرض عليها إن هو يكون مصدر قوتها، لكنها استهترت بيه في البداية بإن هو ضعيف هو ووالده. فبدأ مايكل يهددها بسر هو عرفه عنها من طبيبها الشخصي، وهو إنها حامل. فصرخت فيه الإمبراطورة بإن هو إزاي يهددها، لكن هو هداها وقال لها إن هو هيحميها وهيكون مصدر قوتها علشان تحافظ على كنزها. فبتضطر إنها توافق على طلبه بإن هو يتقرب من بنتها، وبالرغم من إنها عارفة إن هو خبيث وغير مخلص لكنه ذكي وممكن إن هو يفيدها. وأمرت بنتها بإنها توافق وإنها ما تخيبش ظنها. ولما بتبدأ بياتريس تتحرك معاه وبتشوفهم جوفيل، بتفتكر إن بياتريس في حياتها السابقة وقعت في حب مايكل من وقت رقصتهم الأولى مع بعض، وإنها يومها اتدخلت بنفسها واتشجرت معاه، فقرر هو الانفصال عنها. أما حاليا فهي قررت بإنها مش هتتدخل ولا هتعيد نفس غلطها السابق. وفكر ماكس بإن هو يتدخل ويمنع أخته إنها ترقص معاه، لكن قبل ما يعمل كده بياتريس بتبعد إيديها عن مايكل وقالت له إنها مش هترقص معاه، وأمرته بإن هو يلاقي بنت تانية غيرها وسابته ومشت. فبيحس مايكل بالإحراج، وبتتسائل جوفيل يا ترى هي ليه عملت كده. وبعدها بتشوف جوفيل والدها فبتجري وراه وبتحاول إنها تلحقه. وبيفتكر ليجاس بإن هو بالفعل اتقابل مع صديقه الساحر اللي كانت مهمته إن هو يجمع له معلومات عن الخاتم اللي بيرتديه الإمبراطور، وقال له إن هو خاتم مصنوع من مواد نادرة، وإن الإمبراطور عمل عقد سحري مع الخاتم، وإن هو يقدر من خلاله إن هو يسيطر على أي شخص ويأمره إن هو يفعل أي شيء. فبيفتكر ليجاس كلام الإمبراطور ليه وقت ما كان هيهجم عليه ويقتله، بإن السر يكمن في زنزانة الظل اللي كانت جوفيل محبوسة فيها. فقرر ليجاس بإن هو لازم يروح لزنزانة الظل ويبحث فيها بمساعدة صديقه الساحر، واتفقوا هما الاتنين على إن هما هيعملوا كده يوم الحفلة. وفعلا بينسحب ليجاس من الحفلة وبيستعد للبحث، لكن بيكون في بعض الأشخاص اللي بيراقبوه، فبيختفي هو منهم، لكنه بيرجع بيهاجمهم من وراهم وبيضربهم كلهم وبيحبسهم بداخل غرفة وبيقفل عليهم الباب. بس فجأة بيسمع صوت جوفيل وهي بتنادي عليه، فبيتسأل إذا كانت هي شافته وهو بيضربهم، وقالت له جوفيل بإنها جات له علشان تقضي معاه بعض الوقت. فبيفرح هو إنها عاوزة تكون معاه، بس بيعتذر لها لأن هو مشغول بعمل مهم. وهنا بتظهر قدامهم بياتريس وبتطلب منه إنها عاوزة تقضي بعض الوقت مع صديقتها، فبيسمح لها والدها إنها تغادر معاها. في نفس الوقت ده بيكون ماكس بيدور على جوفيل اللي اختفت من قدامه فجأة، وكان خايف إن الرجال اللي بيراقبوها يكونوا اتمكنوا منها. وبتاخد بياتريس جوفيل وبيتجهوا لغرفتها، لكنها من بعيد بتلاحظ إن مايكل واقف عند باب غرفتها وبتتذمر لأن هو شخص لحوح. وبتقول لجوفيل إن في حشرة مستنياها هتطردها وهترجع لها تاني. وصرخت فيه بياتريس وسألته ليه هو بيتبعها، فقال لها لأن هو مهووس بجمالها، فبترفضه تاني وبتطرده من عندها. لكن هو بيضحك بلقم وقال لها إن مصلحتها السياسية أهم دلوقتي، وإن هو هنا لمساعدتها، خصوصا إن منصبها أصبح على المحك. بس هي مش بتكون فاهمة هو يقصد إيه، فقال لها بوضوح إن الإمبراطورة حامل. فبتتصدم بياتريس، وجوفيل كمان بتتصدم جدا، وبتقع بياتريس على الأرض من كتر صدمتها، وبتفكر بإن حمل الإمبراطورة ما حصلش في حياتها السابقة. وبيمدلها مايكل إيديه وبيأكد لها بإن هو هيساعدها. في اللحظة دي بتقرب منها جوفيل بتطمنها إنها معاها، فبيتفاجئ مايكل برد فعل جوفيل ويتسأل هما إمتى أصبحوا أصدقاء، لكنه بيتمالك نفسه وبيقرر بإن هو مش هيتراجع عن خطته أبدا. وبمنتهى الهدوء طلب من جوفيل إنها تبعد لأن هو بيجري حديث مهم مع الأميرة، لكن جوفيل بترفض لأن هو بيتصرف بوقاحة، وإن الأميرة بالفعل رفضته وقررت إنها تاخدها وترجع للحفلة.
لكن مايكل بيثور وبيقول لبياتريس بإنها لو رفضت مساعدته فهتخسر الصراع على العرش في حالة لو الإمبراطورة أنجبت ولد. فبتحس بياتريس بالخوف، لكن هو بسرعة طمنها بإن هو هيساعدها لو هي اعتمدت عليه. وفكر مايكل بإن هو مش بيحب بياتريس أبدا، لكنه موجود هنا علشان يكون جنب جوفيل وبس لباقي حياته. لكن بياتريس بترفض مساعدته، بترفض إن هو يهددها، وبتأمره بإن هو يبعد عنها. بس هو فجأة بينادي على الفرسان وهو بيقول لها إن هو ما كانش عاوز يستخدم الطريقة دي، وأمر الفرسان بإن هم يعتنوا بالأميرة ويبعدوا عنها جوفيل. وبتكون بياتريس وجوفيل مصدومين ومش مصدقين إن هو فعلا هيعمل كده، وقال لهم هو إن هو ما كانش عاوز يستخدم القوة، لكن دي بتكون أوامر الإمبراطور. وبيمسك الفرسان جوفيل، فبتصرخ فيهم بياتريس علشان يسيبوها وإلا هي هتحكم عليهم بالإعدام، لكن بيمسكها مايكل وبيسحبها بقوة. فبتتسائل جوفيل ليه هي مش بتستخدم قوة السحر للدفاع عن نفسها، وبتفتكر إنها بالسابق كانت بتمتلك قوة سحر كبيرة. وبسرعة بتستخدم هي الصفارة، وتمنت إن ماكس أو والدها حد فيهم يسمعها. لكن مايكل بيشد منها الصفارة واستهتر باللي هي عملته، وسألها يا ترى مين اللي هيجي ينقذك باستخدامك للشيء الغبي ده، وبدأ إن هو يسحبهم بعيد عن بعض تاني. لكن بسرعة بيظهر ولي العهد قدامهم وبيضربه وبيقول له استعد للموت. فبيخاف منه مايكل جدا، وبتتفاجئ بياتريس بوجوده، وبتتسأل جوفيل ايه اللي بيعمله ولي العهد هنا. وحاول مايكل ان هو يهديه وقال له ان في سوء فهم، لكنه بيلاحظ ان جوفيل بتكح، فبيثور عليه اكتر لان هو اتجرأ ولمس زوجته المستقبليه. وبيضربه بقوه وبيقول للفرسان انكم اتحكم عليكم بالاعدام لاعتدائكم على فرد من العيله الامبراطوريه. فحاول مايكل ان هو يمنعه وقال له ان هو عمل كده بناء على اوامر الامبراطوره. لكن ماكس مش بيهتم لكلامه وبيضرب الفرسان، وبعدها بيوجه سيفه على رقبه مايكل، وكان على وشك ان هو يقتله. لكن بياتريس بتمنعه، وفي نفس اللحظه دي بتقول له جوفيل ان ايديك اتجرحت ولازم اننا نعالجها. فبيتراجع ماكس عن قراره وبينزل سيفه، وده لان جوفيل موجوده. ولما كانت بياتريس بتضمد جرحه سالته هو ازاي عرف بان هما في مشكله، فقال لها بان هو كان مر بالصدفه، فشكرته هي على مساعدته ليهم. ورجع ماكس لجوفيل صفارتها، وطلبت منه بياتريس ان هو يرافقها للقاعه لانها هتتجه لوالدتها للتحدث معاها. ووصلها ماكس فعلا للقاعه، ولاحظ انها ما اتكلمتش ولا كلمه واحده وهم في طريقهم، واستعد ان هو يغادر. لكنه بيتفاجئ بيها وهي بتطلب منه ان هو يرقص معاها، وفعلا بيبدأ يرقص معاها وهو مش مصدق نفسه ان هو بيرقص معاها بصفته ولي العهد. بس فجأة جوفيل همست له اذا كان هو استمتع بخداعها، ونادته فجأة باسم ماكس. فبيتفاجئ ماكس بانها عرفته، وانكر وقال لها ان هو مش فاهم هي تقصد ايه، وان اكيد في سوء تفاهم. لكنها بتكون غضبانه جدا وقالت له انها هتنتظره في الشرفه، وقدمت له التحيه ومشيت وسابته. فبيتضايق ماكس جدا لان مش هي دي الطريقه اللي هو كان بيتمنى انها تعرفه بيها. وبتنتظر جوفيل في الشرفه وهي متأثره وحزينه ومش مصدقه ان ماكس هو نفسه ولي العهد. وافتكرته ان هو طول الوقت كان متعجرف بالنسبه لراجل فقير، وكمان كان ليه مواقف كتير انيقه، وانها كانت بتعتقد ان هو ابن غير شرعي العيله نبيله، وان والدها اعتنى بيه. لكنه للاسف في النهايه طلع ولي العهد اللي كانت هي بتتجنبه طول الوقت. واول ما بيوصل لها ماكس قالت له انها كانت ناويه ترد على اعترافه ليها بالحب بعد نهايه الحفله، بس حاليا فما فيش داعي للتاجيل. وفاجئته وقالت له بانها بترفض حبه لان هو كذب عليها واخفى هويته. فقال لها ماكس ان هو ما قصدش ابدا ان هو يخدعها، وترجاها انها تعيد النظر في قرارها، لكنها بتنهي معاه كلام وبتصر على الرفض وبتستأذنه للمغادرة. بس بتتصدم جدا لما بتلاقي ماكس بينزل على ركبته قدامها وبيعتذر لها على غلطه، وقال لها ان هو عمل كده لانها دايما كانت خايفة من ولي العهد، وكان هو خايف انها لو عرفت شخصيته الحقيقية فتبعد عنه. وفضل يتوسل لها انها ما تبعدش عنه. فطلبت منه جوفيل ان هو ينهض وما يعملش كده. ولما شالت القناع من على عيونه اتفاجئت بيه ان هو بيبكي، وترجاها انها ما تهجرهوش لان هو فعلا بيحبها. فتأثرت جوفيل جدا بكلامه، وقالت ان لو ماكس هو نفسه ولي العهد يبقى كل الاشياء السيئة اللي هي عرفتها عنه بالسابق كانت مجرد سوء فهم منها. وطلبت منه ان هو يتوقف عن البكاء. وفجأة قربته منها وقالت له انها سامحته. ففرح ماكس جدا برد فعلها، ووعدها بان هو هيكون صادق معاها بعد كده للأبد. وبنروح لليجس واللي بيكون وصل لزنزانة الظل، وبيحس بالحزن ان هو رجع للمكان ده تاني. فجأة بيلاقي تابع الامبراطور وهو بينادي عليه وبيطلب منه الظهور لان هو قبض على صديقه. فبيتصدم ليجس وبيروح بسرعة للامبراطور علشان يحاول ينقذ صديقه. وقال له الامبراطور بان هو عرف بان هو نفس الساحر اللي حاول يساعده لمعرفة حقيقة الخاتم، وسأله ليه يحاول يخفيه عنه. لكن ليجس انكر ان هو اخفاه وقال له ان هو كان بيعتقد ان هو ميت. ففكره الامبراطور بنظرة كلها شر ازاي زوجته ماتت، وهدده بنته وان هو ممكن يأذيها زي ما أذى زوجته. فبيغضب ليجاس وبيثور عليه، وكان هيهجم عليه، لكن الامبراطور بسرعه بيستخدم الخاتم وبيخرج منه ضوء قوي بيقدر ان هو يسيطر بيه عليه. فبيقع ليجاس على الارض قدامه وهو مسلوب الاراده. وقال له الامبراطور بثقه انك حاليا بتشبه الكلب المقيد، وامره بان هو يقتل صديقه بنفسه. وفعلا بيمسك ليجاس السيف وبيهجم على صديقه كان لسه هيقتله، لكنه فجاه بيشوف ذكرى حصلت معاه في حياته السابقه، وهي ان هو قتل زوجته بنفسه من غير ما يحس لان هو كان مسلوب الاراده بسبب الخاتم. وقتها اعترفت له زوجته وهي بتموت بانها لسه بتحبه. في اللحظة دي بيستوعب ليجاس نفسه وبيقدر إن هو يخرج عن سيطرة الخاتم، وبيهمس لصديقه في الخفة بإن هو اللي يضربه ويهرب، وفعلا بيهرب منه.
فبيغضب الإمبراطور جدا وبيكون مش مصدق إن هو هرب، بس في نفس الوقت مش بيفهم إن ليجس هو اللي ساعده وكان بيعتقد إن هو لسه بيسيطر عليه. وبنرجع للحفلة، ولما بتشوف جوفيل ووالدها بتحاول إنها تكلمه بس بتلاحظ إن هو متغير، فبتتفاجئ هي برد فعله الغريب وإن هو سابها ومشى. فبيظهر لها ماكس وبيسألها ليه هو غادر بالسرعة دي، وبيحس بإنها حزينة. فسألته جوفيل لو هي اتهمت بالقتل فهل هو هيعذبها ويقتلها، لكن ماكس بيأكد لها بإن هو بيحبها واستحالة يعمل كده، وإن هو بيعتبرها هي ومعلمه وعيلته الوحيدة. وأكد لها ماكس إن والدها بيحبها جدا، فبتفتكر هي كل تصرفاته اللطيفة معاها واللي بتأكد إن هو فعلا بيحبها. وبتفهم إن لما هو عطالها الخنجر بالسابق كان هدفه هو حمايتها، وإنها هي اللي أساءت الفهم. واتسألت هل هو عنده سر مش قادر يقولها عليه، وإن السر ده هو السبب في معاملته ليها بالبرود ده ومحاولته إن هو يبعد عنها. وقررت بإنها لازم تعرف سره بأي طريقة. وفضلت لمدة أسبوع من بعد الحفلة مش عارفة تتقابل معاه، لأن هو دايما كان بيتجنبها وبيبعد عنها بحجة إن هو مشغول في العمل. وفضلت تتسائل ليه هو بيعمل معاها كده. في الوقت ده بيوصل لعندها ماكس وبياخد صينية الأكل من خادمتها وبيقدمها لها بنفسه من غير ما هي ما تلاحظه. فبتتفاجئ هي بوجوده وسألها عن سبب انشغال بالها، وإن هو جالها لأن هو اشتاق ليها. فبتظهر قدامها ذكرى ليها مع والدها ووالدتها، فبتحس بألم في راسها. فبيخاف عليها ماكس وبيقرب منها وبيطلب منها إنها ما تمرضش. في اللحظة دي بيوصل لعندها ليجس وبيشوفهم مع بعض، فهي بتتحرج جدا وبتبعد ماكس عنها، وقالت إنها كانت عاوزة تشوف والدها بس ليه في اللحظة دي بالذات. وطلب ليجس من ماكس إن هو عاوز يتكلم معاه على انفراد. وبنرجع بالوقت لرجال ماكس وهما بيبلغوه بنتيجة مراقبتهم لبريكس اللي هو مساعد والده، وقالوا له عن اللي حصل يوم حفلة بياتريس، بإن بريكس قبض على شخص مجهول عند زنزانة الظل، وبعدها وصل فلوين لعندهم لكنهم ما قدروش يعرفوا إيه اللي حصل بالداخل. وأكدوا له إن وضعه كان سيء، لكن بعد وقت قليل رجع كل شيء لطبيعته. واتسأل ماكس هل معلمه هيستمر في إخفاء الأمر، وبياخدوا ليجس لقاعة التدريب وبيقرر إن هو يبارزه، لأن هو لما سأل جوفيل عن مواصفات الشخص اللي هي بتتمنى إنها ترتبط بيه قالت له إنها عاوزاه راجل يكون أقوى منه، وقال له إنك لو عاوز تحصل عليها فلازم تهزمني. وبنرجع بالوقت مع ليجس وهو بيفكر بإن هو المرة دي حظه كان جيد وقدر إن هو يخرج من سيطرة الخاتم وما قتلش ديفن صديقه، لكنه لسه في نفس المشكلة والإمبراطور بيقدر يسلب إرادته وبيستخدمه زي الكلب بقوة الخاتم، وإن هو ممكن يتحول ويقتل أغلى الناس عنده بإيديه من غير ما يحس. وتعهد بإن هو هيمزق الإمبراطور لقطع، لكنه في البداية لازم يعرف مكان ديفن فين، وإنه عرف إن الإمبراطور عديم القوة وإنه بيستمد قوة الخاتم من الصحراء زي ما سلب سحر ديفن بالسابق، وعلشان كده قرر بإن هو لازم يلاقيه قبل الإمبراطور. وافتكر بإن هو كان بيرفض البقاء مع جوفيل لأن هو كان بيتنكر وبيخرج للبحث عنه بنفسه، لكنه ما عثرش عليه في أي مكان ولا حتى عند قبر زوجته، فأمر طائره بإن هو يحاول يعرف مكانه. وبنرجع تاني لموقفه مع ماكس وهو بيتحداه بإن هو يهزمه لأن الأضعف منه مش هيكون رفيق لبنته أبدا. فبيمسك ماكس سيفه وبيهجم عليه، لكن ليجس بيتفاداه وأمره بإن هو لازم يتحكم في مشاعره علشان يقدر يفوز. فبيصور ماكس وبيقوله بلاش يستخف بيه، وأكد له بإن هو هيطلب بنته للجواز بعد ما تبلغ سن الرشد، لكن ليجس بيستفزه أكتر بإن هو مش هيوافق عليه بمستواه السيء ده. فبيتضايق ماكس وبيفتكره لما كان لسه صغير وهو بيشجعه دايما، وإن هو كان بيضع قدامه الأشخاص الغاليين عنده زي أمه الإمبراطورة الراحلة، وحاليا هو بيعمل كده مع جوفليان. وفعلا كلامه ده بيخليه يتشجع ويتحداه أكتر. وبيقع السيف من ايد ماكس، ففكر بان الناس بيلقبوه هو بالوحش، لكن الوحش الحقيقي فهو معلمه اللي محدش بيقدر يهزمه ابدا. وفجأة بتدخل عليهم جوفليان وبتنادي عليه باسم بابا. في اللحظة دي بتفتكر ذكرى ليها وهي طفلة وكانت بتجري على باباها ومامتها وهي سعيدة، فبتحس بألم في راسها وبتتسائل ليه الذكريات دي بتظهر ليها وهي أصلا مش فاكراها. وبيخاف عليها ليجس وبيسألها إذا كانت هي بخير، فطمنته عليها إنها بخير، وفضلت بصاله وهي بتتسائل هل دي ذكرياتها المنسية، وبدأت تبكي. فقلق عليها والدها وسألها عن سبب بكائها، فقالت له لأن هو اتغير وأصبح لطيف معاها في الفترة الأخيرة، لكنه من بعد يوم الحفلة بدأ يعاملها ببرود تاني زي زمان، فهي اعتقدت بأنه هيرجع يعملها بالبرود ده دايما. فحس ليجس بالندم وقربها منه وهو بيعتذر لها لأن هو أذاها كتير. ولما بيقعدوا هما التلاتة مع بعض بيأمر ليجس ماكس بأن هو يبعد عن بنته لغاية ما يقدر يتغلب عليه في التدريب، فبيسيبوا إيد بعض. وقال له ماكس إن هو حاسس بأن دي حجة منه علشان يبعده عن جوفليان، فرد عليه ليجس بتحدي بأن هو مش محتاج إن هو يختلق الأعذار، وإن هو مش هيطمن على بنته مع شخص ضعيف. فسأله ماكس إذا كان هو نسب إن هو ولي العهد الطاغية. في الوقت ده بدأت جوفيل إنها تضحك وقالت إنها كانت خايفة من لقب ولي العهد وإنها مش عاوزة توعده أبدا. فقال لها ماكس إن قلبه كان بيتقطع كل ما كانت هي بتقول له كده، ولما كانت بتقول له إنها بتفضل إنها تبقى لوحدها على إنها تتجوز من ولي العهد. فبيقاطعهم ليجس وبيكون فاهم قصدهم، وبيسأل ماكس بغضب إذا كان هو كان بيوعد بنته وهو بيخفي شخصيته الحقيقية. فقالت له جوفيل إنها عرفت هويته يوم الحفلة بس. فبيغضب ليجس وبيقول لها إن هو كان بيعتقد بإنها عارفة شخصيته، فاعترفت له جوفيل إنها وعدت ماكس علشان تهرب من الارتباط بولي العهد. وفهمت هي كمان إن هو كان أصلا معترض على ارتباطها بولي العهد، ووقتها بيتحل ما بينهم سوء التفاهم. وبعد وقت بسيط استأذنتهم للمغادرة، وبمجرد ما بتمشي بيصور عليه ليجس بإن هو زي يخدعها،
فقال له ماكس بإن هو ما كذبش لكنه أخفى حقيقته، فقال له ليجاس بإن هو نفس الشيء، فواجهه ماكس بإنك بتعمل نفس الشيء وبتخفي سر كبير، وسأله فجأة عن خاتم الكرك، فبيتصدم ليجاس من سؤاله. وبنرجع بالوقت مع ماكس لما بيبلغوا رجالته بشخصية ديفن اللي قبض عليه بريكس بإن هو كان ساحر في الإمبراطورية زمان، لكنه كان تم الإعلان عن وفاته من 10 سنين، وقالوا له بإن في الوقت ده ظهر قانون جديد بيمنع إن الأشخاص العاديين يستخدموا السحر، لأنه بيكون أصبح مسموح بس لأفراد العيلة المالكة إن هم اللي يستخدموه. فقرر كل السحرة الموجودين بالإمبراطورية إن هم يهربوا، لكن الإمبراطور قبض عليهم وأجرى عليهم التجارب، وبتسلمه فريزيا رسالة اسطوانية وصلت لها، وهي رسالة عبارة عن رسالة مشفرة. فبيتفاجئ ماكس لما بيشوفها، وافتكر بإن معلمه علمه الشفرة دي وهو صغير، وأمره بإن هو ما يستخدمهاش غير في ساحة المعركة وبس. وبنرجع تاني لموقفهم، وطلب منه ماكس إن هو يعرفه كل شيء عن الخاتم، وقال له إن هو عارف بخصوص ديفن اللي هو بلغ عنه بنفسه بإن هو مات من 10 سنين وإن هو لسه عايش، وتوقع إن هو أكيد عمل كده علشان يحمي صديقه. وسلمه الرسالة المشفرة اللي وصلت له من مجهول، واللي بتقول إن الساحر اللي ساعد الإمبراطور في كل أعمال الشر اللي هو بيقوم بيها انتحر، وهو اعترف بذنبه قبل موته وكان حاسس بالندم لأن هو عمل جريمة لا تغتفر، وإن الإمبراطور استغل سحره لزيادة قوته، وإن هو كان بيخطف النساء والأطفال الأبرياء، واكتشف هو سره بأن الخاتم اللي هو بيرتديه دايما هو ملك للساحرة كيرك اللي وضعت كل قوتها فيه، واستولى عليه الإمبراطور، وإن هو بيمنحه القدرة على إن هو يتحكم في الشخص اللي بيتعاقد معاه. وبيقول له ماكس إن في بعض الكلام مفقود من الرسالة، لكنه متأكد إن الشخص اللي بيتعاقد معاه الإمبراطور هو أنت. وسأله ماكس بوضوح إذا كان خاتم اللي بيرتديه الإمبراطور ده هو نقطة ضعفه، وسأله ليه هو وقع العقد معاه، لكن ليجاس أمره بإن هو ما يسألهوش وسابه ومشى، وهو بيقول له ما يتأخرش عن مواعيد التدريبات، ويتحداه بإن هو لو قدر يهزمه فهيجاوب على كل أسئلته، وإن هو كمان هيسمح له بإن هو يتجوز من جوفيل. وبعدها فكر ليجاس مع نفسه بإن هو ما عملش العقد ده مع الإمبراطور علشان نفسه، لكنه عمله علشان ينقذ إيميليا زوجته. وبنروح لمايكل اللي كانت حالته النفسية سيئة جدا بسبب الإشاعات اللي انتشرت عنه بإن الأميرة رفضته، وقال لنفسه بغضب إن لو ولي العهد ما ظهرش وقتها فكانت هي هتكون ملكه للأبد. واقترح عليه صديقه بإن طالما هي ما وقعتش في حبه فيستغل هو نقطة ضعفها، وفكروا بالقانون اللي بيقصر استخدام السحر لأفراد العيلة المالكة بس، وقال له هو بيمزح إن أكيد ولي العهد مش بيقدر يستخدم السحر وإلا كان زمانه استولى على العرش من زمان، وأكد له بإن أكيد الأميرة ساحرة لأنها عندها نفس لون عيون وشعر السحرة الأسلاف زي ما ذكر في الكتب. فبيفرح مايكل وبيقول إن هو لازم يستغل الأمر لصالحه. وبتظهر جوفيل وهي مع صديقاتها، وبتنضم ليهم الأميرة بياتريس، ودعتها جوفيل لحضور حفلتها لبلوغ سن الرشد، فأكدت لها بياتريس وهي سعيدة بإنها أكيد هتحضر. وبيبدأوا صديقاتها يتكلموا عن تحضيراتهم للحفلة، وبتحس بياتريس براحة هي ما حستش بيها من فترة طويلة بسبب ضغط والدها ووالدتها عليها، وإنها كانت بترغب دايما في الهروب من القصر الإمبراطوري، وفكرت بإنها ما بتحسش بالراحة إلا لما بتكون مع جوفيليان، وبتكون ممتنة جدا لأنها صديقتها. وفجأة بتلاحظ وجود ماكس بالخارج، فخرجت ليه وهي غضبانة وسألته بتعمل إيه هنا. وقتها اعترف لها ماكس بإن هو مرتبط بجوفيل وإن هو هنا علشان يطمن عليها، وطلب منها إنها تبقي الأمر سر ما بينهم. فبتتصدم بياتريس من كلامه وبتكذبه، لكن هو أكد لها الكلام. وبعدها سألها ماكس هتتصرف إزاي مع مايكل، فافتكرت نفسها لما واجهت والدتها بأمر حملها، وسألتها ليه هي أخفت الخبر عنها، وطلبت منها إنها ما تثقش في مايكل أبدا. وبتظهر عندهم جوفيل، فبتسيبهم بياتريس وبترجع لمكانها. وعرضت جوفيل على ماكس إن هو يسلم على صديقتها، لكنه رفض لأن بياتريس موجودة وهو لسه مش عاوز حد يعرف بإن هو ولي العهد. ولما سألته عن السبب ليه هو بيخفي الأمر، قال لها لأن في أشخاص كتير عاوزين يستفادوا من نقطة ضعفه، وإن المقربين منه بس هم اللي عارفين شخصيته الحقيقية زي معلمه وأصدقائه. فسألته جوفيل عن بياتريس إذا كانت هي من أعدائه، لكنه قال لها إن هم بيبانوا إن هم بيكرهوا بعض لكنهم في الحقيقة مش أعداء. وقال لها بإن والدتها الإمبراطورة هي عدوته الحقيقية، وإن بعد وفاة أمه حاولت هي كتير إنها تقتله وإنها تسمم له الأكل، وكان هو بيأمر بإن اللي وضع السم في الأكل هو اللي ياكله. ولما ما قدرتش إنها تقتله نشرت عنه الإشاعات السيئة بإن هو طاغية قاتل. وسألوا ليجاس ليه هو مش بينكر الإشاعات دي، وإن هو بكده هيصبح وحش في نظر الناس، لكن ماكس بيقرر إن هو يستغل الأمر لصالحه، وإن بسبب خوف الناس منه فما فيش أي حد بيقدر أبدا يتجرأ عليه. وقال لها إن الشيء الوحيد اللي كان هيندم عليه بسبب الإشاعات دي هو لو إن هو كان خسرها هي وقتها، بس كان هو هيندم على قراره بإن هو ما نكرش الإشاعات. وبيجتمع ماكس مع أصدقائه اللي بلغوه بإنهم عرفوا الكلمات المفقودة من الرسالة، وبمجرد ما بيقرأها بيتصدم جدا، وكان النص بيقول إن حياة الشخصين اللي وقعوا العقد هتكون مرتبطة ببعض، يعني لو مات حد فيهم فالشخص التاني كمان هيموت فورا. فبيفهم ماكس ليه هو كان كل ما يقول لمعلمه إن هو مستعد للتمرد وقتل الإمبراطور هو كان بيمنعه، وبيقول له إن الوقت مش مناسب لأن ده هيكون نتيجته موته هو كمان. وتخيل إن بموته جوفيل هتحزن عليه جدا، فبيقرر إن هو مش هيعمل كده علشان ما يأذيهاش، وبيقرر إن هو لازم يحرر معلمه من العقد وسيطرة الخاتم عليه، وأمر أصدقائه بإن هم يجمعوا كل المعلومات عن الخاتم بكل طرق. وبنروح للإمبراطور
وكان مايكل عنده بلغه بأن هو بيعتقد أن الأميرة بياتريس عندها قوة السحر، فسأله الإمبراطور عن دليله، فقال له مايكل إن مذكور في الكتب إن الأشخاص من العيلة الإمبراطورية اللي بيمتلكوا قوة السحر هم بيشبهوا الأسلاف بشعر أحمر وعيون حمراء. وتوقع مايكل بأن الإمبراطور نفسه أكيد كان متوقع الأمر، لأن هو كان بيخفي الأميرة وحرص عليها وإنها ما تظهرش قدام الناس لغاية ما تمت سن 15 سنة، بعكس الأمير اللي كان بيتحرك بحرية وبدون قيود من وهو لسه طفل صغير. وفعلا بيكون تخمينه صحيح، لأن الإمبراطور من لحظة حمل زوجته تنبأ له ساحر بأن الجنين عنده قوة سحرية، وبمجرد ما بتتولد بياتريس وبيلاقي إن عيونها وشعرها لونهم أحمر بيتأكد أكتر من الأمر، وكان سعيد بيها لأنها هتكون أمله الوحيد وهيستفاد منها بأن هو يستعيد مكانته وقوته. لكنه بعد وقت بسيط بيلاقي إنها بدون فايدة، فبيهملها وبيقرر إن هو يستغل سحرة تانيين علشان ما يتقالش عنه إن هو إمبراطور فاشل وضعيف. وفي النهاية وبفضل خاتم الكيرك جعل أقوى شخص في الإمبراطورية خادم ليه، وقال لمايكل إن لو كانت بياتريس ساحرة كان هو هيعرف، فعرض عليه مايكل بأن هو هيحاول يوقظ قواها. فبيهتم الإمبراطور لكلامه وبيركز معاه، فقال له مايكل بأن ممكن إيقاظ قوتها بتعرضها للخطر. فوبخه الإمبراطور في البداية لأن هو عاوز يعرض حياة بنته للخطر، لكنه بعد لحظات بيبدأ يضحك لأنه بيكون أعجب بفكرته وسمح له بأن هو ينفذها. فطلب منه مايكل إن هو يسمح له بعد نجاح خطته إن هو يوعد بنته، فبيوافق الإمبراطور. وبعدها بيفكر بأنه لو بنته فعلا طلعت ساحرة فهيقدر وقتها إن هو يتخلص من ليجس لمدى الحياة. وبتظهر جوفيل مع ليجس في مكتبه وبتطلب منه إنها هي اللي تجهز لحفلتها بنفسها، فبيفكر ليجس بإنها فعلا كبرت وبيوافق وبيشجعها. وبيوصل طائر ليجس، وأول ما بتشوفه جوفيل بتتوتر وبتجري بسرعة وبتخرج من عنده لأنها بتخاف من الطيور. وبيكون الطائر معاه رسالة ليجس من ديفن، واللي قاله فيها إن هو قدر يهرب بصعوبة من رجالة الإمبراطور، وقال له إن هو اللي أرسل الرسالة المشفرة لتلميذه، وإن هو اللي حصل عليها يوم دخوله لزنزانة الظل، وإن هو مش هيقدر يساعده أكتر من كده وهيترك الباقي عليه هو. فحس ليجس بالراحة لأن هو لسه على قيد الحياة، وقال لنفسه إن هو لسه ما قدرش يتخلص من سيطرة الخاتم عليه بشكل نهائي، وإن الطريقة الوحيدة علشان ينتصر هي إن هو يوقظ قوة ماكسيميليان. وبيفضل يتدرب معاه وبيستفزه بالكلام علشان يكون أقوى، وقال له إن هو بالطريقة دي فهو مش هيجاوبه على أسئلته. ففكر ماكس إن هو بالفعل عارف كل شيء وما بقاش قادر إن هو ياخد قرار التمرد. في اللحظة دي بيوجه ليجس سيفه على رقبته وبيوبخه إن انتباهه اتشتت، وقال له إن هو لو كان في ساحة المعركة كان هيكون ميت دلوقتي. وبيجي لعندهم جرالدين وبيبلغ ليجس بإن مسابقة الصيد قربت وإن فرسانه مستعدين للمشاركة فيها. وقال له ماكس إن جايزة المسابقة دي هيكون عقد ملكي بتتوارثه العيلة الإمبراطورية الأجيال، وإن التقليد إنه بيتقدم كهدية خطوبة بيقدمها أحد أفراد العيلة الإمبراطورية للشخص اللي بيحبه. ومن نظرة ليجس ليه بيفهم ماكس إن هو مش مهتم لأن هو بالفعل فقد حبيبته. وقال له ماكس إن في إشاعة بتقول إن مايكل هيعرض الجواز على أخته يوم المسابقة، وبالتالي فهو متوقع إن مايكل هيحاول إن هو يفوز. وقال له إن هو علشان كده قرر إنه يشارك في المسابقة علشان يخرب عليه الأمر، وعلشان كمان يقدم القلادة لجوفيل وهو بيتقدم لخطوبتها لما تبلغ سن الرشد. فبيقول له ليجس إن هو مش مهتم بإن هو يفوز بالعقد أو لأ، وإن الأهم بالنسبة له إن هو يهزمه، وأمره بالنهوض لاستكمال التدريب. وبعد التدريب بيتقابل ماكس مع جوفيل وبيديلها منديل وبيطلب منها إنها تقوم بتطريزه وإنها تديهوله قبل مسابقة الصيد، وبيكون نفس منديلها اللي هو أخده منها بالسابق. فهي بتفكر إن معنى إنها تديله منديل مطرز إنها تتمنى له إن هو يرجع لها بأمان، وإنها هتفكر فيه وده معناه إعلان منها بالحب. وفكرت بإن هو أكيد طلب منها كده لأنها ما عبرتش ليه عن مشاعرها أبدا قبل كده، بعكسه هو اللي اعترف لها بحبه لأكتر من مرة. وقررت بإنها تنفذ له رغبته بالرغم من إنها مش بتعرف التطريز أبدا. وطلبت منه جوفيل إن هو يعتني ببياتريس في المسابقة، فأكد لها بإن هو عين لها فارس هيقوم بحمايتها طول الوقت، وقال لها إن هو قلقان عليها هي وإن هو مستعد إن هو يتخلى عن المسابقة ويبقى جنبها لحمايتها، لكن هي طمنته إنها هتكون بخير. وليلتها بتفكر جوفيل في إنها فعلا قلقانة على بياتريس، لأن في حياتها السابقة مايكل كان هو الفايز وفاز بحب الأميرة كمان، وده لأن فجأة ظهر وحش قدام بياتريس وهاجمها، لكن هو بسرعة اتدخل وأنقذها منه وقتله، وإن الحادثة دي كانت السبب في قربهم من بعض أكتر. لكنها حاليا وبعد تصرفات مايكل فهي مش متأكدة من حسن نواياه، لأن هو بالفعل اعترف إن هو مش بيحب بياتريس، وقررت بإنها لازم تكون مستعدية ليه. وفكرت كمان بإنها لازم تنهي تطريز المنديل بسرعة، وبتحس بالإرهاق وبترتاح على المكتب. وهنا بيدخل عليها ليجس فبتخفي عنه المنديل، وقدم لها ليجس عقد هدية منه لبلوغها لسن الرشد، وطلب منها إنها ترتديه في مسابقة الصيد، وقال لها إن ده كنز تركه الشخص الوحيد اللي هو حبه وإن هدفه حمايتها. فاستغربت هي إن القلادة دي ممكن تحميها، فقال لها بإن أمها تركت القلادة دي ليها مخصوص لحمايتها. وافتكر زوجته لما هي قالت له بإنها وضعت قوة سحرية في القلادة لحماية بنتهم، ووصته بإن هو يسلمها لها في الوقت المناسب. ولما بيسلمها لها ليجس بيحس بالراحة لأن هو نفذ وصيتها. وقالت له جوفيل بإنها مش فاكرة والدتها، لكنها في الفترة الأخيرة بدأت تظهر قدامها مشاهد ليهم هما التلاتة وهما سعداء. وسألته وهي متأثرة إذا كانت أمها حبتها، فقرب منها ليجس وأكد لها بإن هما حبوها جدا، وإن وجودها في حياتهم كان كنزهم اللي ما يتقدرش بتمن.
وبيجي يوم الصيد وبيستعد فرسان فلوين للمنافسة، والمنافسين كمان بيكونوا مستعدين، حتى ماكس بيكون جاهز. وبتوصل جوفيل مع والدها وبتلاقي تريس موجودة، فبتخاف عليها وقالت إنها شاركت زي ما حصل في حياتها السابقة. وبيرحب الإمبراطور بالمتنافسين وبيشجعهم وبيعلن بداية المسابقة. وبتطمن جوفيل نفسها بإن المسابقة مش هيحصل فيها أي شيء سيء. لكن للأسف بيظهر مايكل في مكان منفصل وهو حابس وحش ضخم ومقيده بالسلاسل، وهو بيقوله بإن هو هيفك عنه السلاسل قريب قوي. ولما بتحاول جوفيل إنها تتحرك لوحدها بيمنعها ليجاس وبيصمم إن يكون معاها مرافق. وبيتسلل ماكس علشان يقابلها، فسألته جوفيل ليه ساب الصيد وجالها وإن هو كده ممكن يخسر، فقال لها إنه اشتاق ليها وكان عاوز يشوفها. وسلمته جوفيل المنديل بعد ما طرزته، بالإضافة لكيس ريحته طيبة. فأعجب هو بالمنديل جدا وسألها عن محتوى الكيس، فقال له إن فيه أعشاب لحمايته، ففرح إنها خايفة عليه. وبيسأل بريكس الإمبراطور إمتى هيبدأوا الخطة، ففكر الإمبراطور في مايكل اللي فكر تفكير شيطاني لإيقاظ قوة السحر عند بياتريس، وقال لنفسه إنه مش مهتم بالطريقة اللي هيستخدمها طالما النتيجة هتكون مرضية بالنسبة له. وأمر بريكس بإنهم ينفذوا الخطة فورا. وبتستأذن بياتريس والديها إنها تشاهد المسابقة مع أصدقائها، فرفضت الإمبراطورة. لكن فاجئهم الإمبراطور وسمح لها بإنها تبعد عنهم بشرط إنها هتجلس في مقعد هو خصصه ليها. وفي الحقيقة بيكون مايكل هو اللي طلب منه إنه يجعلها إنها تجلس في المقعد ده، فبتفرح بياتريس جدا على موافقته. وبيرافقها الحارس اللي عينهولها ماكس، فهي بتتذمر منه وبتأمره إنه يبعد عنها. وبتتقابل مع جوفيل اللي فجأة بتسمع صوت حد بيكلمها وبيقول لها إن هو ما شافهاش من وقت طويل، وبنلاقي إن هو ديفين، وبيقول لها إنك بتشبهي أمك جدا، بس هي مش بتكون عارفاه. وفجأة بيختفي من قدامها، فبتتسأل هو يعرفها ويعرف والدتها منين. وبيوصل لعندها ليجاس وبيطلب منها إنها ترجع لمكانها لأن الغابة خطر عليها. بس فجأة بيلاحظ إن لون العقد السحري اتغير، فسألها بخوف هي جت من أي اتجاه، وقال لها إن هو هيتأخر لوقت بسيط وهيرجع لها، وإنها لازم ترجع لمكانها مع الأمير، وسابها وجرى بسرعة. بس هي جريت وراه وقدمت له كيس الأعشاب وقالت له إنها تميمة لحمايته، فشكرها عليها وأمر حارسها بإن هو يهتم بيها. ولما بدأ يبعد عنهم فضلت هي تبص له وهي قلقانة عليه. وبيكون ليجاس اتحرك لأن هو توقع وجود ديفين لأن العقد اتغير للون المانا الخاصة بديفين، وقال إن هو أكيد مش بعيد عن هنا. وبدأ ينادي عليه، فرد عليه ديفين من ورا وطلب منه إن هو ما يبصش ناحيته لأن رجال الإمبراطور منتشرين في كل مكان. وقال له ديفين إنك مش هتقدر إنك تخفي الأمور بعد كده. وقال له إن مع بلوغ جوفيل لسن الرشد ومع ذكرى وفاة زوجته هتستعيد هي ذكرياتها اللي هو محاها بنفسه بناء على طلبه. فبيتضايق ليجاس وبيفتكر جوفيل لما كانت صغيرة وكانت خايفة منه وشايفاه وحش، وإن هو لما حاول يمسكها هي رفضت وكانت خايفة منه وبتبعد عنه، وطول الوقت كانت بتبكي على فراق والدتها. فبيقول لديفين بإن هو مش عاوزها تفتكر أي حاجة. فقال له ديفين بلاش تحمل نفسك ذنب موت زوجتك، وإن في ذكريات جميلة كتير ليك مع بنتك خليها تفتكرها. فقال له ليجاس إنها لو عرفت مدى حبي ليها وأنا اختفيت بعدها فهي هتتألم وهتحزن جدا زي ما اتألمت وقت وفاة والدتها. ففكروا بإن هو قبل ما يمحي ذاكرتها قال لها بعض الكلمات، بس قبل ما نعرف هو قال لها إيه بنسمع صوت الإمبراطور اللي ظهر فجأة قدام ليجاس وسأله أنتوا بتخططوا لإيه؟ وبنروح لجوفيل اللي بتظهر وهي قلقانة جدا ومشغول بالها على والدها اللي اتأخر. وفي نفس الوقت بيكون ماكس بيصطاد، وبتبلغه فريزيا بإن مايكل وأتباعه مختفيين. فبيفكر ماكس بإن مايكل متشوق للفوز وإن هو أكيد بيخطط لشيء. فجأة بيحس بالخوف على جوفيل، فبيأمر رجالته بالرجوع فورا وبيجري بسرعة وهو بيقول إن هو لازم يلحق جوفيل قبل ما تتعرض للخطر. وطالب الإمبراطور ديفين بالظهور لكنه فضل مختبئ، وبيكون ليجاس متفاجئ بظهوره شخصيا الغير متوقع. واستعمل الإمبراطور الخاتم علشان يقدر يحدد مكان ديفين، فاستهتر ليجاس بيه وقال له بحدة إن من غير الخاتم ده أنت لا شيء. فصار عليه الإمبراطور وقال له إزاي بتتكلم مع صاحب الخاتم والمسيطر عليك بالطريقة دي. فخرج ليجاس سيفه وهدده بأنه هيقتل نفسه لو هو استخدم الخاتم، وبالتالي فهو كمان هيموت لأن حياتهم مرتبطة ببعض. فبيخاف الإمبراطور إن يكون كلامه صحيح لأن هو ما كانش يعرف محتوى النص المفقود. وقال له ليجاس إن الموت بالنسبة له حرية وإن هو بكده هيضع حد للعنة اللي عليه. في اللحظة دي بيتفاجئ ديفين بوجود جوفيل اللي وصلت للبحث عن والدها، وكان الإمبراطور بيصرخ فيه وبيطالبه إن هو ما يعملش كده. ولما شافته جوفيل خافت عليه وطلبت منه إن هو يتوقف، فبيتفاجئ ليجاس بوجودها. وبيستغل الإمبراطور انشغاله مع بنته وبيستخدم الخاتم للسيطرة عليه. فبيبدأ ليجاس إن هو يتحول فعلا، لكنه كان بيقاوم واتمنى إن هو ما يحصلهوش كده قدام جوفيل، وده خلى إيديه تنجرح من السيف اللي هو كان ماسكه. وبتكون جوفيل مصدومة وخايفة عليه وبتبكي من اللي بيحصل له، وصرخ فيه الإمبراطور بإن هو ما يقاومش ويطيع أوامره. وللأسف ليجاس فعلا بيتحول وبتتغير لون عيونه. وفرح الإمبراطور وبدأ يناديه بالكلب المطيع، وقال له إن هو لازم يعاقبه لأن هو خالف أوامره. وفجأة أمره بإن هو يقتل أكتر شخص هو بيحبه، بإن هو يقتل بنته. وفعلا بيمسك ليجاس سيفه وبيمشي ناحية جوفيل، فبتخاف منه جدا وبتتسائل إذا كان هو فعلا ممكن يقتلها. وقتها فهمت سبب كلام والدتها ليها في الحلم بإنها تبعد عنه وتتجنبه لأن هو وحش. ولسه ليجاس كان هيضربها بالسيف، بس بسرعة بيتدخل ديفين وبيمنعه وصرخ فيه بإن هو يحاول يفوق. وحاولت جوفيل تتكلم معاه وتقوله إنها بنته وإنها كنزه زي ما هو كان بيقول لها دايما،
فوقفها ديفن وقال لها ان هو مش في وعيه، فطلبت منه وهي بتبكي بان هو ما يسمحلهوش بالسيطرة عليه. في اللحظة دي بيرمي ليجاس السيف من ايديه وبيبدأ يحس بألم في راسه، فمسكها ديفن من ايديها وقال لها ان دي فرصتهم للهرب، بس هي رفضت انها تهرب وتسيب والدها لوحده. فقال لها ديفن ان والدك حاليا متحول وبيتألم، وان هو ما كانش عاوزك تشوفيه بحالته دي. فبدأت انها تجري فعلا وهي بتبكي وبتقول انها ما كانتش تعرف اي شيء عن معاناة والدها. وأمر الامبراطور رجالته بان هم يقبضوا عليهم. ولما كانوا بيجروا سألته جوفيل اذا كان هو صديق لوالدها، فقال لها ان والدك راجل قاسي وما عندوش اصدقاء، وقال لها ان هو صديق لوالدتها، وبيوصلها عند المخيم وبيطمنها ان الامبراطور مش هيأذيها طالما هي قدام الناس، واستعد للمغادرة. وقبل ما يمشي قال لها بانها هتستعيد ذكرياتها قريب قوي. ولما بترجع جوفيل بتشوفها بياتريس وهي بتبكي بتخاف عليها جدا وبتسألها عن اللي حصل. في الوقت ده بيكون ماكس راجع علشان يطمن عليها، فطلبت منه جوفيل وهو لسه بعيد بان هو يساعدها. وفجأة بيشوفوا الوحش وهو جاي عليهم من بعيد، فبعدت هي بياتريس وأظهرت نفسها للوحش بدلها. فصرخ عليها ماكس بانها تبعد وبدأ يجري ناحيتها بسرعة، بس بيكون خلاص الوحش على وشك ان هو يهجم عليها. في اللحظة دي بتشوف جوفيل قدامها صورة لوالدها وصورة لماكس وبياتريس، وبدأت تتساءل هل حياتها هتنتهي بالطريقة دي، وفكرت بانها مش عاوزة تموت وتسيبهم. وبيكون ماكس لسه بعيد عنها، واتأسفت هي ليه لانها هتموت وتسيبه يتألم لوحده، واتأسفت كمان لوالدها لانها كانت بتلومه كتير وما كانتش تعرف معاناته. وهنا بتصرخ بياتريس بقوة على جوفيل، فبيخرج منها ضوء أحمر قوي، وبكده بتكون قوة السحر ظهرت عندها، واتمنت إن الوقت يتوقف. وفعلا بيتجمد الوحش في مكانه اللحظات، وبيكون كل الحضور خايفين وبدأوا إن هما يجروا. وهنا بيوصل ماكس لعند جوفيل وبيبدأ يبكي وهو بيقول لها إنه لو كان خسرها فكان هيموت وراها، بس هي طمنته إنها بخير. وكانت بياتريس مش مصدقة إنها قدرت توقف الوقت، وصرخت في جوفيل إنها ليه عملت كده وإزاي تبعدها هي وتعرض نفسها للخطر. فاعتذرت لها جوفيل وقالت لها إنها اتصرفت بشكل تلقائي. وبتتفاجئ جوفيل وماكس بإن الوحش استعد إن هو يهجم عليهم تاني، فهجم ماكس عليه وضربه بسيفه في عيونه. فأخدت بياتريس جوفيل وبدأوا إن هما يهربوا، بس جوفيل رجليها بتتصاب وبتقع على الأرض، فبتخاف وبتداري وجهها. بس بتتفاجئ بوصول ليجاس اللي وصل في الوقت المناسب وقتل الوحش وأنقذها، فبتجري هي عليه علشان تطمن إن هو بقى بخير، بس بتلاحظ إن عيونه لسه متغيرة. وهنا بتسمع صوت الإمبراطور اللي بيمدح شجاعة ليجاس، وبتبصله جوفيل وهي متضايقة منه جدا لأن هو لسه مسيطر على والدها. وبياخدها ليجاس وبيمشي، وهي بتفكر بإن والدها بيتصرف وكأن شيئا لم يكن، واعتقدت إن هو نسى اللي حصل. بس فجأة ليجاس بيقول للإمبراطور بنظرة كلها تحدي بإنه كان لازم يعمل أي شيء لحماية بنته. فبيفهم الإمبراطور إن هو بيهدده لأن هو أمره بقتل بنته، وفكر بإن ليجاس بدأ يخرج من سيطرة الخاتم، لكنه لسه محظوظ لأن باللي عملته بياتريس فهو اتأكد إنها عندها قوة السحر، وإن مايكل نجح في إيقاظ قوتها، وإنها أكيد هتفيده وهيقدر يستخدم قدراتها لإشباع وحشه الخاص. بعد كده بيطمن الإمبراطور الحضور بإن تم القضاء على الوحش، وقال لهم إن هو هيعلن اسم الفائز اللي اتدخل بسرعة وأدرك الوضع. أعلن اسم ماكسيميليان ولي العهد الشجاع وقدم له الجايزة قدام الناس وهو بيشكره على شجاعته. فجأة بيخلع ماكس قناعه قدامه وهمس له بإن هو عارف إن هو اللي اتسبب في الفوضى دي، وإن هو خطط إن مايكل هو اللي هيوقف الوحش وبعدها هيعلنه كخطيب لبياتريس. لكنه لسوء حظهم وصل قبل مايكل، وإن جوفيل هي اللي أنقذت بياتريس، وقال له بإن هو هيستغل خطتهم لمصلحته. فبتتحول كل تعبيرات الإمبراطور للغضب، وتسأل إزاي ماكس فهم خطته وتوعد لمايكل الغبي. وهنا بيظهر ماكس نفسه للحضور وبيرحب بيهم، وبتكون دي أول مرة هو يظهر ليهم من غير قناع، وبيعرفهم بنفسه بإن هو ولي العهد. وبيتفاجئ كل الموجودين لأن هو دايما كان بيظهر ما بينهم كشخص من عامة الناس. ومايكل كمان بيتصدم جدا بإن ولي العهد طلع هو نفسه ماكس حبيب جوفيل، وقال لهم ماكس إن ظهور الوحش ما بين الناس ده معناه إن في شخص أطلق سراحه عن عمد لأذيتهم، ووعدهم بإنه هيكتشف الجاني وهيعاقبه. وطبعا هو كان بيقصد الإمبراطور اللي كان بيبصله بغيظ. وفكر ماكس بتحدي بإن هو هيستغل اللي حصل علشان يسلب منه عرشه ويجرده من كل شيء. ولما بتكون جوفيل مع والدها في طريق رجوعهم بيقربها منه ليجاس وهو بيقول لها إن هو ما كانش عاوزها تشوفه بوضعه ده، وفضلت هي تبكي وتقول له إنها ما كانتش تعرف معاناته، وطلبت منه إن هو ما يسيبهاش أبدا لوحدها. وبعدها بتروح في النوم. ولما بيخرج ليجاس للخارج وبيقابل ماكس بيلومه ماكس على إن هو اختفى، وإن هو لو كان اتأخر فجوفيل كانت هتموت. لكن ليجاس قال له بهدوء إن ده مستحيل لأنك أنت كنت موجود. وفاجئه ليجاس وسأله إذا كان هو مستعد إن هو يصبح الإمبراطور لأن هو خلاص اتخذ قراره. فقال له ماكس بثقة بإن هو مستعد يكون الإمبراطور حالا. فطلب منه ليجاس بإن هو يعتني بجوفيليان لو هو حصل له أي شيء سيء. وهنا بينتهي الموسم الثاني للقصة، ولسه فاضل لنا موسم ثالث وأخير، وإن شاء الله هنخلصه قريب قوي. هستنى دعمكم باللايك والاشتراك والشير، وسلام.